يا مساء الفل والجمال. اهلا وسهلا بيكو، معاكو نهلة فؤاد، وانت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5. البرنامج اللي بنلخص فيه اهم واقوى الافكار في 5 دقايق وبس. بعد ما عرفنا مع بعض ازاي نكون مبادرين ونبدأ من النهاية وننظم اولوياتنا ونتعاون ونتفهم، وصلنا للعادة الأخيرة في سلسلة العادات ال7 للناس الأكثر فاعلية لستيفن كوفي. والحقيقة أن العادة دي هي اللي بتخلي كل العادات اللي فاتت واللي اتكلمنا عنها تعيش وتستمر. العادة ال7: اشحذ المنشار، sharpen the saw. وصدقني مهما كنت ناجح من غير العادة دي هتتعب بسرعة. تخيل معايا كده 2 بيقطعوا شجرة بمنشار كبير، واحد منهم وقف يسن المنشار، والتاني رفض يقف وقال ما عنديش وقت، لازم اخلص بسرعة. النتيجة اللي وقف يسن منشاره خلص الأول وبمجهود أقل. وده بالظبط حالنا لو فضلنا نشتغل من غير ما نهتم بصحتنا وطاقتنا وراحتنا. وأنا حابة أشارك معاك مثال من الواقع يوضح لك الصورة، عن واحدة أنا أعرفها عن قرب. كانت بتشتغل دايما تحت ضغط، شغلها مهم ومفيش بديل ليها، وكل يوم بتقول مش فاضية ارتاح، هرتاح بعد المشروع ده. يوم ورا يوم بدأت تحس انها مش قادرة تركز، بتنسى بسرعة، وعصبيتها زادت وصحتها اتأثرت. راحت للدكتور، قال لها جملة واحدة بس: انت مش محتاجة علاج، انت محتاجة راحة. ومن ساعتها بدأت تخصص كل يوم ساعة ليها، ساعة تمشي أو تسمع بودكاست أو حتى تشرب شاي في البلكونة. والنتيجة شغلها بقى أحسن، وتركيزها رجع، وحياتها بقت أهدى. على فكرة دي مش رفاهية، دي ضرورة. ولو لخصت لك العادة دي فهلخصها لك في جملة واحدة بس: لو فضلنا نقطع بمنشارنا من غير ما نسنه، في يوم هنقف مش قادرين نكمل حتى لو قدامنا الطريق. وفي النهاية النجاح مش بس في الإنجاز، النجاح الحقيقي في إنك تفضل قادر تنجز وتكمل وتفرح وتعيش من غير ما تستهلك روحك. خد نفس، خد وقت، واشحذ المنشار. ونصيحتي ليك في الحلقة دي: احمي نفسك زي ما بتحمي شغلك، لانك لو وقعت كل حاجة حواليك هتقع. اشحذ المنشار، مش لانك فاضي، لكن عشان تفضل قوي. في النهاية لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لي لايك وسبسكرايب، واستناني في الفيديو الجاي مع مواضيع وأفكار جديدة مفيدة في 5 دقايق وبس. وافتكر دايما شعارنا: أفكار مركزة في وقت محدود. واشوفكم الحلقة الجاية.